بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده أول يوم في كورس صيانة ماكينة برينتر ريكو 4510 دي ام. خلينا متفقين من الأول يا جماعة كده إن الكورس ده للمبتدئين، يعني واحد لسه شاري المكنة ما يعرفش عنها أي حاجة خالص. فعلشان لو أنت بتقول أنا بقول كلام أنت عارفه يبقى ما تزعلش، عدي شوية من الفيديو. نبدأ دلوقتي. أول حاجة كده هنتعلم ازاي نطلع اليونت بتاع المكنه. اول حاجه في هنا زرار اهوت بنضغط عليه بيفتح الباب اهوت، هنشد الباب بره اهو فتح الباب. هنسحب من الدراع ده، هنسحب اليونت كده، اليونت طلع كله اهو تمام. هنركبه تاني اهو نفس القصه بس بالراحه عشان هو ليه مجرى بيمشي عليه، وهنزق اهو تمام. طيب عايزين نطلع ازازه الحبر، بس في لوك هنا اهوت بنفتحه لبره كده اهو اهوت، بالراحه كده اهو وبنشده كده. طلع علبه الحبر معانا، دي علبه الحبر. هنركبها تاني اهي، وبنقوم ايه قافلين اللوك كده اهو تمام. وكده الباب اتقفل. نطلع السخان اللي في المكنه. دي المكنه اهي، ده الظهر في السخان. هنفتح الباب من ورا هنا كده تمام. هنلاقي فيه دراعين اهم، هنرفعهم لفوق. هنلاقي هنا وردتين اهمت هنشد بهم. ده السخان. كده احنا اتعلمنا ازاي نطلع السخان وتعلمنا ازاي نطلع اليونت. هنركب السخان تاني. السخان ليه مجرى بيمشي عليها هنا هيت، مجرى هنا هيت ومجرى هنا هيت بيمشي عليها تحت هنا، تحت اللوكات دي اهوت. ونقوم قافلين برضو اللوكين دول اهو، ونقفل الباب كده. كده احنا قفلنا السخان. هنبدأ نتكلم دلوقتي على أهم مشكلة في المكنة دي، وهي مشكلة الحبر. المكنة دي يا جماعة ما بتاخدش أي حبر. يعني مثلا هي طبعا ريكو، ما اروحش لبتاع المبيعات أو بتاع الصيانة وأقول له هات لي حبر ريكو. مش أي حبر ريكو بيركب على المكنة دي. في حبر المكنة الكبير، في أحبار ماكينات ريكو كتير ما تمشيش على المكنة دي. احنا بنجيب للمكنة دي حبر احبار برينترات سامسونج، احبار برينترات سامسونج تمام. لا دلوقتي يا جماعه نفهم حاجه بالراحه كده علشان نبقى فاهمين المكنه دي بتشتغل ازاي. اول حاجه دي علبه الحبر تمام. علبه الحبر مش معنى انها جات لك رساله على المكنه انها قربت تخلص يبقى الحبر خلص، ومش معنى ان الرساله على المكنه الحبر مليان على الاخر يبقى فيها حبر. اول حاجه لازم نفهمها ان علبه الحبر دي عليها شريحه، اللي هي الشريحه دي. الشريحه دي عامله زي العداد تمام، عامله زي العداد. يعني لو انا مثلا هي مع عدادها 10000 ورقه، لو طبعت 10000 ورقه فاضيه بيضه خالص هتجيلك رساله على المكنه ان الحبر خلص وهي لسه فيها الحبر تمام. طيب انا لو ان مثلا فيها ربعها حبر وانا رحت مليتها على الاخر وحطيت الكارتج، هتفضل الرساله بتاعت ان المكنه لسه فيها ربعها. فالشريحه ده المسؤوله عن ظهور علامه الحبر في المكنه ان كان الحبر مليان او ان كان الحبر فاضي. الشريحه دي اول حاجه لازم نعرفها هي سكه الحبر. سكه الحبر عندنا هنا، في هنا غرفه هنا بتفتح اهي، لو لاحظنا اهي دي غرفه بتفتح اهي تمام. لما بنركب الازازه هنا بتقوم فاتحه لي الغرفه دي، فاصبح الغرفه دي اللي فيها الحبر مفتوحه على الغرفه دي اللي فيها اللي احنا بنسميها تانك الديفولبر تمام. يبقى الغرفه دي بتفتح على الغرفه دي، فلو الغرفه دي مقفوله او مسدوده مش هيوصل حبر، مش هيوصل حبر. فلازم نبقى عارفين ان الغرفه ده بتتفتح على الغرفه دي. لما بنيجي نشيل اليونت بيقوم في هنا بنز بيقوم خابط، ده هي خبطه بسيطه اهو، بتقوم السوسته دي شاده الغرفه قافلاها تمام. بعد كده لما بينزل الحبر هنا
في حاجه اسمها هنا رول ماجنتيك. الرول ده وظيفته ان هو اللي بينقل الحبر للدرام. تمام؟ المفروض ان هو اللي بينقل الحبر للدرام. في حاجه هنا تحت اسمها مسطره، ديت اللي هي المسطره دي اسمها دكتور بليد. ده وظيفته اللي بينظم خروج الحبر من التانك ده للدرام. يعني بيطلع حبر بدقه ضبط مصنع. يعني لو في بيبقى راكب على بنزين، لو بنزين اتكسر ما عدتش هتعرف تظبطها. تمام؟ الدرام اللي هو ده ممكن تسمع له كذا اسم. يعني ممكن واحد يقول لك درام، واحد يقول لك او بي سي، واحد يقول لك سلندر، بس احنا متفقين ان ده اسمه درام. تمام؟ الدرام بيبقى راكب هنا. الدرام بيبقى راكب هنا كده بالمنظر ده. بالمنظر ده كده. تمام؟ بيبقى راكب في وش ده كده، بياخد منه الحبر. بياخد منه الحبر. بعد كده بيطبع وبيبقى تحت الدرام هنا اهو شفرة الدرام. دي شفرة الدرام. ممكن تسمع لها برضه كذا اسم. ممكن تسمع عليها كلين، ممكن تسمع عليها استيكة، بس هو ده اسمها شفرة الدرام. وظيفة شفرة الدرام ده لما ده بياخد حبر اللي هو تشكل عليه الحبر ويطبع على الورقة، بيفضل عليه بواقي حبر. ده وظيفته يمسح الدرام. لما بيمسح الدرام بيودي الحبر اللي مسحه فين؟ هنا في اسمه ايه؟ سكة العادل. في الجزء ده بواقي الحبر بتروح هنا. وظيفة هنا ايه؟ في هنا ياي بيلف اهو. الياي ده عبارة اسمه ياي حلزوني. تمام؟ الياي ده بيلف بياخد الحبر العادم لمسار، بيقوم منزله فين؟ هنا غرفة العادم اهي. دي غرفة العادم. تمام؟ يبقى هنا فوق هنا الحبر وهنا غرفة العادم. في حاجة عايز اقولها لك، او ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش او في ناس كتير تعرفها، ان علبة الحبر دي جزئين منفصلين عن بعض. جزئين منفصلين عن بعض، الحبر فوق والعادم تحت. اوعى تفكر ان المكنة بتعيد العادم للعلبة تاني وترجع تطبع. لا، انا فتحت التانك ده او فتحت العلبة ديت ولقيت الغرفتين مقفولين عن بعض، ودي معلومة ما كنتش عرفتها من فترة، ورحت فتحت التانك واتأكدت من المعلومة دي. فأهم حاجة وانا بملى العلبة دي وانا بملاها لازم افضي العادم. ايه اللي بيحصل نتيجة ان انا لو ما فضيتش العادم؟ نفس فكرة بالظبط لو انا جبت حنفية المية وحطيت خرطوم وقفلت قفيز، وجبت ازازة وقفلتها بقفيز وفتحت الحنفية، الازازة هتتملي، هترد على الخرطوم هيرد على الحنفية. اضعف نقطة في الطريق هي اللي هتفتح. فانا عندي اضعف نقطة في الطريق ايه؟ ياي العادم ده. ليه؟ لان الحبر لما يتكتل هنا في غرفة العادم، ويتكتل في المسار بتاعه، ويبدأ يتكتل هنا، وده راكب على ترس، ياي العادم راكب هنا على ترس ابيض اهو. الترس ده هيلف والهنا مسدودة وده مش هيعرف يلف. اول حاجة ده هيقوم مكسور اللي هو ياي العادم اتكسر، هيفضل ده يكملي لغايه اما يرد على الدرام. هيبدا يرد لي حبر هنا على الدرام. يبقى لو عارف يمسح، يبقى الاستيكه لا عارفه تمسح ولا غرفه العادم عارفه تصرف العادم. فاصبح ايه اللي هيحصل لما هنا غرفه العادم ترد على الدرام؟ هيبدا يعمل لي ارضيه سوداء، وده المنتشر في المكنه دي. الارضيه السوداء. اي حد يروح يجيب مكنه
يصور 100 ورقه 200 ورقه 300 ورقه هو وحظه، وتقوم بادئه المشكله بتاعت الارضيه السوداء. سببها ايه؟ سببها ان احنا ما بنفضيش غرفه العادل. اول حاجه هنتعلمها ازاي نفضي العادم وازاي نملى علبه الحبر. عندك طريقتين انك تفضي العادم. عندك هنا الطبه دي يا تتشال، يا اما دي كده بقوم فاتحها بصباعي كده واشوف اي لا مؤاخذه جردل زباله وافضيها فيها كده. ودي انا اللي بحب ارجعها. ليه؟ لان ساعات ممكن تيجي تشيل الطبه هنا تكسرها، الطبه تتقطع، تبدا الازازه دي كل ما تشيلها من اليونت تقوم كبه حبر، كل ما تشيلها من اليونت تقوم كبه حبر. فانا دايما بحب ان انا اقوم فاتح الزور ده كده بصباعي اهو، بيقوم فاتح وتقوم انت كابب كده. انا مش هينفع كب عشان ما ينزلش ايه حبر يا جماعه. لو انت عاوز تشيل ديت هنجيب مفك صغير كده اهوت، مفك عدد صغير كده، وهنقوم من تحت الطبه دي كده اهوت اهو شلنا الطبه وطارت وقعت على الارض، مش مشكله هنجيبها دلوقتي. شلنا الطبه ونقوم مفضيين منها ونرجع فضينا علبه العادم دي، نرجع نقوم مركبين الطبه. لما هنفضي علبه العادم دي هيبقى السكه سليمه. احنا بنفضي علبه العادم دي مش كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر، لا، مع كل ملوى. مع كل ملوى لازم نفضي علبه العادم دي. انت ما فضيتش علبه العادم يبقى انت عاوز المكنه تعمل ارضيه سوداء. لما نحب نملى الازازه دي بالمفك العاده، المفك الصليب العاده اهوت، هنفك المسمار ده اهوت بسيط خالص. تمام، المسمار اهو. هنشيل دي، هنلاقي هنا طبه. الطبه دي برضو بالراحه خالص زي ما انا فكيت الثانيه. هنعمل بالمفك العاده كده تحت هنا ونشيل ايه؟ ونشيل الطبه. بنملى هنا، بنعمل قرطاس او بنجيب قمع او اي حاجه وبنفضي الحبر هنا، وبعد كده بنقفل بالطبه عادي مفيش اي مشكله. تمام. اهم حاجه بقى لو انت ظاهر لك ان المكنه فيها ربعها فيها حاجه بسيطه، يفضل تغير الشريحه. الشريحه بتتغير ازاي؟ هنا هي يا جماعه راكبه على بنزين اهو. اول حاجه ممكن تجيب لزق دبل فيس وتلزقها فوقها، مفيش اي مشكله هتشتغل. او ممكن تيجي بطرف المفك كده وتطير دي كده وتقوم مركب شريحه تانية. وفي بعض المحلات او بعض المهندسين بيستخدموا جهاز الشحن بيرجع يشحن الشريحه دي، وانا واحد منهم بحب اشحن الشريحه، ما بحبش اغيرها. الشريحه دي بتلاقيها حركه 70 جنيه او حاجه او 60 جنيه الله اعلم، مش فاكر سعرها كام. احنا بنشحنها هديه مع اللي بيملى الحبر، او اي مهندس بيشحنها هديه مع اللي بيملى الحبر. لكن لو انت هتملى بنفسك لازم وانت بتجيب كيس الحبر لازم تجيب معاه شريحه. وبكده يا جماعه يبقى عرفنا ازاي ان احنا نفتح ونطلع اليونت ونطلع علبه الحبر، عرفنا ازاي نطلع السخان، عرفنا ازاي مسار الحبر في اليونت، عرفنا ازاي نملى علبه الحبر، عرفنا ازاي نفضي العادم. ده النهارده كده نستكفي بيه، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل ازاي نفك اليونت وبالتفصيل. وان شاء الله في وسط الاسبوع هنبدا نشرح شويه نظري عن فكره عمل المكنه، ازاي بتطبع، ازاي الليزر شغال، ازاي الحبر بيتنقل من على الدرام للورقه. كل ده هنفهمه في وسط الاسبوع، شرح نظري بسيط كده ان شاء الله.